صباح الخير شباب. رجعنا لكم بيوم جديد وفيديو جديد. طبعا هسه انا قاعد من النوم ولحد الان ما شايف الحيوانات ايش بيها ما بيها، ولا منطيها اكل. اول ما طلعت من الباب فتحت الكاميرا حتى ننطيهن اكل سوا ويشوفون شو نوعية الاكل اللي ينطيه للكبار وشو نوعية الاكل اللي ينطيه للصغار. واذا اكو احداث جديدة او تفاصيل جديدة بالمحمية كذلك نراويكم اياها. فلا تنسون اللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل شيء جديد. تعالوا وياي خلينا نشوف شنو عندنا. يا الله. صباح الخير، شلونكم؟ اكفو هسه نعطيكم اكل. اكفو. طبعا شباب اكو اكل بالقاع من البارحه باقي، لان انا العصر انطيهن هواي اكل واخليهن عوفه، فضال اكل اكو بالقاع. بس رغم هذا احنا هم ننطيهن بعد شويه. طبعا انا ما ادري بكميه الاكل اللي موجوده بالقاع ايش قد كانت. على العموم هذا اكل ننطيهم. طبعا الاكل اللي تنطوه للدجاج او اللي انطيه اني للدجاج الكبار والفراريج، اللي هو اذرة مجروشة وحنطة كذلك. هذا حبايب قلبي شوفوا، هذا بالنسبة لي. او انطيهن شعير، يعني اي اكل عندكم او اي نوع من الحبوب، شعير حنطة اذرة ماكو مشكلة، انطوا للدجاج كلش ممتاز. طبعا اكل مال البيت انا ما انطي نهائيا، لان الاكل مال البيت يجي بيه دهون وممكن يكون نسبة املاح عالية فيضر الدجاج، يأثر على الكبد، لان الدهون تأثر على الكبد وكذلك تخلي الدجاج يفقد الشهية للاكل ويضعف، والريش مالته يبدأ يتوسخ ويتكسر كذلك. تمام. فانا بالنسبة لي انطي اذرة وحنطة ومرات شعير وخضروات كذلك. اذا عندكم جت اذا عندكم كلش ممتاز، بس الجت يكون مثلا مرتين او 3 مرات بالاسبوع. تمام. عندنا بعد شنو، خبز مره بالاسبوع تقدرون تنطوهم، خبز تنقعوه بمي وتنطوهم اياه مره بالاسبوع، وتم سلك هم كلش يفيدهن، بس مسلوق يعني تسلقوه بدون دهن، سلق بس سلقوه مرتين او 3 مرات بالاسبوع تنطوهم من عنده. تمام. هاي بالنسبه للاكل. وهاي عندنا ذولا الديج والدجاجة الشقرة، انا صح لها الشقرة. اما عندنا هاي انتو سموها ان شاء الله بالايام الجاية لكم انتو تختاروا لها اسم. هاي شباب هاي المحمية. طبعا عندنا بعد دجاجتين ما هن، خلينا نشوفهن وين. دجاجتين عندي ما هن، هذني بس 3 هنا دجاجات والديج. شو تريد؟ تعال، هذا صاحبنا. تعال تعال. شوفوا شباب، شوفوا شلون اليف. يلا اقف، شو وقف؟ باوع لي هنا، باوع هنا، باوع الكاميرا خلي يشوفوك. يلا الله وياك. طبعا لان الدجاجتين هنا هاي مبردة شباب. خوش صايرة هنا مكان الهن. هذا عندنا دجاجتين، شوفوا وين قاعدات. انتو شو تسوون هنا؟ طبعا شباب ذولا اثنيناتهم كاركين، بس انا ما اريدهم يكركون، يعني يجوز بيهم بيضة او بيضتين، بس هن كركن يعني انتهن. هاي اعتقد مخلصة نهائيا ما بيها بيض، بس هاي يمكن بيها، خلينا نشوفها. هاي بعد ما مخلصة 100%، لان البارحة قعدت. ايه شباب هاي جواها بيضتين هسه حاليا، ما اعرف المن. هنا عندنا بعد دجاجتين بيضا، وهي هم الثالثة، بس هي مخلصة يعني اخر بيضات لها، اخر بيضة جوز لها. تعال طلع يلا شباب. انا ما يدهم يكركون لان الجو هسه بارد مو مال تكريك، يعني هسه عندي ذنيك شفتوهم بذاك الفيديو، هسه راح اراويكم اياها نروح عليهن. يعني مثل ما نقول تورطت وكركت، يعني الجو كلش بارد. يلا روحوا، ماكو هسه كرك، ماكو، انتظروا فد 20 يوم شهر. تمام. يتفجوا يلا كركم. يلا روحوا، يلا السوداء، روحوا العبدة، روحوا لا تجين بعد.
يلا خلينا نشوف وش روحي. هنشوف هنا شنو عندنا. هنا هم عندنا بيضة. هاي بيضة الشقرة، اعرفها كل زين. بيضة الشقرة اللي هسه راويتكم اياها. شلون عرفتها؟ لان شباب شوفوا لونها يختلف، يصير لونها شوية اغمق من ذني يصير بيض. يعني انا كل دجاجاتي بيضا بيض ابيض، الا الشقرة بيض بلون يعني شلون البيضة حمراء على حمار. يلا اكلوا ذني شباب. جوري، طبعا جوري هاي تعرفوها بذاك الفيديو انا قلت لكم عنها، اللي هي هاي راحت. وعندنا هاي السوداء. شوف شلون جوعانه، لان هذني جزء من البارحه. المغرب هن طابات انا ما ادري بيهن. هسه شباب حصلنا 3 بيضات نتريق بيهن من الصبح. يلا شكرا على البيضات. هاي شباب كل الدجاجات اللي عندنا، هاي المحمية مال الدجاج. ان شاء الله منا نشوف تفاعل بالقناة ان شاء الله بالايام الجاية. هاي يجي بيها دجاج كذلك همين، يعني نشتري بعد دجاج. بس انا كله دجاج اللي يجني دجاج عرب، دجاج عرب اصلي عراقي. شوفوا شباب سعدتني الثريات، وهذا النيش البقية طبعا بقيادة الديش هذا الشمسي البطل، بقيادة هذا البطل. شلونهم نسوانك وياك؟ احكي اذا وحده مضايقتك مو زينه وياك، بس قل لي انت، الا بهذلك احوالها. انت فوتي منا. يلا شباب هاي هسه هنا المحمية شفناها وذبينا اكيل، ماكو شي، الامور طيبة. بس خلي نروح نشوف الدجاجة ام الافراخ كذلك، هم ننطيها اكل وياكم. ونشوف البشة همين ما منطينها اكل لحد الان. والطيور اللي موجودة كذلك اللي هو الحمام هم ننطيه اكل، ونشوفه شنو الاحداث. اذا اكو شي جديد نراويكم اياه. تعالوا وياي شباب. بالنسبة لك اللي انطيه انا للدجاجة ام الافراخ، هذا شنو هذا؟ حنطة وعذرة وبروتين، تمام. شنو بعد؟ وتقدرون تضيفون وياه كزبرة وشوية زعتر، شويون شي قليل. ليش؟ للاسهالات، تقوية المناعة مال الطير، كلش ممتازات. تمام. اذا اكل التهابات مثلا بالطير، هاي بالنسبة لي يعني كخلطة خاصة بي، لان كل جناي له خلطة خاصة بي. تمام. طبعا انا المي شايلة عنهن، هاي مالتهم مال المي انا شايلة عنهن المي. ليش؟ لان دائما انا اشيل العصر وانطيهن ثاني يوم الصبح. ليش؟ لان الجو بارد، تعرفون المي يصير بارد، والدجاج او الطيور بهيجي عمر ما تتحمل برودة، تمام، او مي بارد. سعدي يا سعدي، العفو وردة هاي. يلا قوموا خيطك اكل، يلا قوموا. اكو اكل من البارحة كذلك شباب. اني طبعا هسه البارحة اني غلطان كلش، يعني تدرون ليش؟ لان ذاب هواي اكل. طبعا هنا ذاب هواي اكل، هناك ذيك المحمية ذاب هواي اكل، وهذا الشيء طبعا اكبر غلط، لان الاكل ممكن يتلف ويضر الدجاج. فالمفروض احنا نذب شيء قليل، يعني كل وقت بوقته، تمام. لا تسوون الغلطة مالتي. يلا وردة، يلا اكلوا بالعافية انتو جهال شكلي. فشباب هاي بالنسبة للخلطة انا خاصة بي، تقدرون تسوون يعني مثلا خلطة كبالكم. قلت لكم كل جناي وإلى فد شي خاص بي ينطي للدجاج او لطيوره. هاي وردة شباب، طبعا احلى دجاجة عندي موجودة بالسطح، يعني انا كلش احبها. شوفوا الالوان اللي موجودة بيها، بس شوفوا الالوان، ركزوا لي على الالوان والنصبة مال الدجاج. بالمناسبة هي الدجاجة تعبت من التكريك، تعبت، هي كانت احلى بهواي بعد.
ذولا بناتها وبنات جوري، يعني بيضاتها وبيضات جوري. شوفوا شباب شلون يحبوا هذا الاكل، مع العلم هسه هم ماكلين لان اكو اكل بالقاع كان ماكلين اكيد شبعانين، بس رغم هذا هم ياكلون يحبون هذا الاكل اللي اسويه اني لهم. شلون يحبوه. بالمناسبة كلش يفيدهم هذا الاكل لان بيه بروتين وبيه هاي الكزبرة كلش ممتازة للإسهالات، التهابات الأمعاء، للهضم، تسهل الهضم عند الطير. هيك شباب. اعطوهم همين كذلك مرة بالأسبوع شي أخضر ياكلوه، ومرتين بالأسبوع بيض مسلوق، كلش يفيدهم هذول الصغار. تمام شباب. هسه خلينا نشوف الحمام اللي موجود عندنا. بالمناسبة قبل لا اراويكم الحمام شباب، هذا مخزن انا مخليهن بي، مخزن مخليهن بي لان الجو بارد وهنا مخليهن. اضافة الى هاي البارحة خليتها لهم هاي الجولية، طبعا حصلنا حكاية من وراهم، ماي الاهل اخذتها وخليتها هنا. شباب القاع باردة، شوفوا هاي القاع يعني فرشي وصب باردة كلش، حسيت ان تأذن يعني من القاع تأذن. لهسه وان جبتلن هاي وخليتهن ينامن عليها، هاي تدفيهن وكلش حلوة. بس حصلنا حكاية من الاهل، عادي نتحمل ماكو مشكلة. الخاطر دول الحلوين نتحمل. فتعالوا هسه نشوف، خلينا نشوف الحمام شنو عندنا شي جديد. طبعا هذا الحمام شباب، هذا الفحل منا الابيض اللي على اليسرى وعلى اليمنى هاي النثية، وهذول بناتهم، هذول بناتهم شوفوهم شلون حلوين. طبعا اكل ماكو، هسه نعطيهم اكل، لكن نعطيهم اياه كذلك حنطة اذرة اي شيء عندكم من اكل الدجاج تقدرون تعطوهم. طبعا هنا عندنا تفقيس بالفيديو السابق كان موجود بس انا ما شفته وما صورته لكم. خلينا نطبق بالكاميرا جوا ونراويكم اياه. شباب هذا تفقيس، شوف. طبعا هذا بالمناسبة واحد احمر واللي هناك جوزي، جوزي لو اصفر. تمام. هاي الام وهذا الابو. الابو طبعا ابوه اصفر وامه حمراء، لهذا السبب ذبلنا تك اصفر وتك احمر. وعندنا هذا الغيابي اللي رايتكم اياه، هو بس هذا عندنا معتز بيه لان هو اصلا حتى يطير ويرجع. تعال اطلع طب جوا خلوه. هاي هنا فوق ينام، ينام فوق، اكله وشربه كله فوق. تعالوا يا شباب. ليش طالعه؟ ليش طالعه؟ شباب مثل ما جاي تشوفون سطح هو، وانا مسوي محميات، وان شاء الله بالايام الجايه اكو مفاجآت كلش قويه بالسطح وترتيب كلش قوي. بس شنو انا اللي اريده من عندكم شويه تتفاعلون ويا القناه حتى يصير لي واهس انه انشر واجيب بعد اكثر حيوانات. تمام. طبعا هاي البشه كذلك صاحبتنا لحد الان ما منطينها اكل، ما ادري هي عندها شويه هم كذلك من البارحه عندها شويه. شوفوا اليوم كل الحيوانات عندها اكل. لان انا بالليل شويه اشبعهن شباب لان الجو بارد، فالحيوان لازم يشبع، والليل طويل مثل ما تعرفون، شتاء والليل طويل فيجوع. شوفوها هاي طبعا ربيتها صغيره كلش وكبرت. هذا اني طلع عن هنا بالشمس شويه بس اكو بيها هوا. ها شوف هذا، شوف هذا وين طاب. هسه انت شو موديك طاب جوا؟ ما تقدر شو موديك؟ اقف. هسه انا طلعت منه. هاي شباب البشه، وهذا ظل هنا يفتر وحده. اقف اقف على كل بعض اقف. يلا تعال.
يلا امشي اطلع، امشي اطلع، يلا على السريع. شباب هاي وردة وهاي بناتها. طبعا اليوم الختامية راح تكون من يم وردة. فشباب وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل شيء جديد، وبنفس الوقت تسوون واهس انه ننشر اكثر واكثر ونجيب حيوانات اكثر. تمام. تحياتي حبايبي، باي باي.